سمحت السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية لفرق التصوير بالدخول إلى القصور الملكية، وذلك لالتقاط مشاهد نادرة لعالم الحرس الملكي الشركسي. وكانت مهمة الحرس في السابق حماية الملك، إلا أن دورهم الآن بات أكثر احتفالية مع الأمن الملكي الذي تقوده الوحدات العسكرية. نتابع. ليست مشاهد لحراس في أفلام هوليوود، لكنهم الحرس الملكي الشركسي للمملكة الأردنية الهاشمية خارج قصر بسمان. كانت مهمتهم في السابق حماية الملك، إلا أن دورهم الآن بات أكثر احتفاليا مع الأمن الملكي الذي تقوده الوحدات العسكرية. ينحدر الحرس الملكي الشركسي من نسل لاجئين طردوا من منطقة القوقاز. بلال غازي القائد السابق لقوات الحرس الملكي الشركسي تقاعد بعد 42 عاما من الخدمة، عمل خلالها في ظل حكم الملك الحسين والملك عبد الله الثاني، وهو ملم بشكل جيد بهذا التاريخ. سنة ب 2 آذار 1921 قدم المغفور له الملك عبد الله إلى عمان، وكانوا في استقباله مجموعة فرسان من الشراكسة بقيادة مرزا باشا، فاستقبلوه وكانوا هم مسؤولين عن الأمن، أمن مناطقهم، فكانوا مجموعة منظمة فأعجب فيهم. كل أفراد الحرس اختارهم بلال بعناية قبل تقاعده، ويجري اختيار عناصر الحرس من القبائل الشركسية المختلفة. يعني بنستفسر عن كل واحد وما بنجيب أي واحد نجنده يعني. ويخدم الحرس في موقع ثان في قاعة العرش في قصر الرغدان، حيث كان يقيم الملك عبد الله الأول. وعندما يلتقي الملك عبد الله الثاني بالمواطنين وكبار الشخصيات يكون الحرس في الخلفية صامتين، لكنهم يؤدون واجبهم على نحو واضح.